نعى الشاعر أيمن بهجت قمر المخرج علاء محجوب والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، حيث أشار إلى أن الراحل كان من المقربين لوالده، وأنه شعر بوفاته وكأن جزءا جديدا كان متبقيا من والده قد رحل، داعيا الله أن يغفر للراحل ويرحمه ويرزق أسرته الصبر والسلوان. وكتب أيمن بهجت قمر منشور عبر صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك وقال: لما بيتوفى حد من صحاب أبويا المقربين بحس إنه بياخد معاه حتت كانت لسه فاضلة من أبويا. والنهاردة راح المخرج علاء محجوب، كان من أقرب الناس وله عندي ذكريات كتيرة جميلة، البقاء لله وخالص التعازي للأسرة. ومن المقرر تشييع جنازة علاء محجوب بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري في منطقة 6 أكتوبر، ليتم الدفن بعدها مباشرة بمقابر الأسرة. رحل المخرج علاء محجوب عن عالمنا صباح اليوم بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى حدوث مضاعفات بحالته وتدهورها، ليرحل تاركا خلفه حزنا كبيرا في قلوب كل محبيه. وأعلن خبر وفاة المخرج علاء محجوب الفنان علي الألفي، والذي كتب منشورا عبر الفيسبوك وقال فيه: البقاء والدوام لله. وفاة والد الصديقة الفنانة نسمة محجوب والصديقة سلمى محجوب. أما الفنانة نسمة محجوب نشرت أول تعليق على صفحتها بعد وفاة والدها المخرج علاء محجوب وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب، برجاء خالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة. سيقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر بعد صلاة المغرب بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد.